تعالوا نشوف الفرق بين الدبل ايكوال والتريبل ايكوال وتستخدم انهي واحده فيهم وليه. تعالوا الاول نشوف ازاي نفرق بينهم. في الجافا سكريبت الاثنين، سواء الدبل ايكوال اللي هي المساواه الغير صارمه او التريبل ايكوال اللي هي المساواه الصارمه، الاثنين بنستخدمهم للمقارنه ما بين قيمتين. لو مش فاهم تعال نوضح اكتر. الفرق الرئيسي اللي بينهم بيكون انهم ازاي بيتعاملوا مع حاجه اسمها تحويل الانواع او التايب كويرجن. لو لسه مش فاهم تعال نوضح اكتر. اولا تعال نتعامل مع الدبل ايكوال بشكل بسيط. في الدبل ايكوال لو كانت المقارنه بين قيمتين ليهم نفس النوع او التايب، في اللحظه دي بيقارن القيم بشكل طبيعي. انما لو مختلفين هنا بيعمل حاجه اسمها تحويل الانواع، بيحول طرف واحد او طرفين الى نوع مشترك قبل اجراء المقارنه، وهنفهم في مثال قدام. بس خلي بالك دايما بيتجنبوا ان هم يتعاملوا مع الدبل ايكوال لانها بتدي نتائج غير متوقعه، فتكون حريص جدا وانت بتتعامل معاها. تاني حاجه تعالوا نتكلم عن التريبل ايكوال. في التريبل ايكوال الموضوع بسيط جدا، بيقارن القيم والنوع او الفاليوز والتايبس، يعني بيقارن زي اي مقارنه في اي لغه اخرى، وتقدر تعتمد عليها في اغلب الوقت لانها بسيطه جدا في المقارنه. ويفضل غالبا استخدام التريبل ايكوال لانها بتدي النتائج المتوقعه وممكن تتنبأ بالنتائج دي بمنتهى السهوله. تعال نشوف الامثله عشان نفهم. هنا بيقارن بين 10 كسترينج مقابل 10 كنمبر. خلي بالك هنا مع الدبل ايكوال بيرجع ترو. بس ليه رجع ترو؟ لان احنا زي ما قلنا ان الدبل ايكوال معتمده على تحويل الانواع، يعني بيمسك الطرف الايسر ويحوله لنفس نوع الطرف الايمن اللي هو النمبر، بعد كده يقارن القيم. وهنا طبعا لما يحول 10 الرقم هتطلع 10 وبالتالي اتنين هيبقوا متساويين. عكس التريبل ايكوال هنا هو قارن النوع والقيمه، فلقى ان سترينج مقابل نمبر ما ينفعش، فعشان كده راح مرجعه فولس. ملحوظه مهمه جدا، تحويل الانواع مش شرط يقتصر على الطرف الايسر بس، ممكن الطرف الايمن برضه، وده على حسب امور معينه يطول شرحها، وده ممكن نتكلم معاكم فيه في فيديو تاني بالتفصيل ان شاء الله. تعالوا نشوف مثال تاني. نفس الشيء حصل هنا. هنا هو بيقارن ترو بواحد. الترو في العادة هي أصلا قيمتها واحد، هو لما حول الترو لنمبر حول الترو لواحد، فبالتالي بقت واحد ايكوال واحد بقت ترو. وخلي بالكم انه برضه بدأ بتحويل الطرف الايسر. عكس التريبل ايكوال لقى ان النوع بوليان مقابل نوع نمبر، فبالتالي هو لقى الانواع مختلفة او التايبس مختلفة فرجع فولس على طول. خلي بالكم ان في التريبل ايكوال هنا ما بيعملش اي تحولات، هو فقط بيقارن القيم والنوع، ولازم الاتنين يكونوا متطابقين عشان يرجع ترو. شكرا لمتابعتنا، اعملوا لايك وسبسكرايب. اهلا بيكم في كود جيم.